عليكم ورحمة الله وبركاته. كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد اليوم الجمعة أن رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني رفع ضدها دعوى قضائية بسبب آرائها، وذلك بعد يوم من إعلان الإعلامية العراقية زينب ربيع عن رفع السوداني قضية ضدها. الخميس نشرت الإعلامية العراقية زينب ربيع منشورا على حسابها في موقع فيسبوك ذكرت فيه تلقيها إشعارا بوجود شكوى قضائية ضدها من قبل رئيس الوزراء محمد شيع السوداني. الجمعة علقت فجر السعيد على منشور زينب ربيع قائلة: أنا نفس الشيء، الأحد سأمثل أمام النيابة الكويتية بشكوى مقدمة من قبل معالي السيد محمد شيع السوداني قدمتها الخارجية العراقية بسبب آرائي وانتقاداتي. أضافت: ولا أعلم إذا السيد السوداني سيبقى في منصبه أم سيغادره قبل أن تنتهي القضية اللي رافعها علي ما بين نيابة وتحقيقات، ثم تحول للمحكمة وتحدد جلسة درجة أولى، ثم يليها جلسة استئناف، ثم يليها جلسة تمييز. السعيد: معالي الرئيس، ما يضايقك من صوت خارج نطاق دولتك ومن غير جنسيتك إذا حلل موقف عام أو استقبل معارضين لسياستك. أن تلاحق اللي خارج العراق ومو عراقيين، فالله يعين الإخوة العراقيين على سعة بالك التي يبدو أن ظروف لبنان وسوريا جعلتك تفقدها. السياسي الواثق من نفسه يفتح الحريات في بلده، مو يحاول يصادرها خارج بلده ومن أشخاص مو عراقيين. من كل قلبي الله يعين العراق والعراقيين عليك.